النهارده كلنا عرفنا البيان اللي ال 15 نادي اللي جم اتفقوا على هذا البيان، والبيان كان بيان رائع جدا ومعتدل جدا جدا. بيقولوا ان احنا خلاص حددنا ميعاد الدوري في النص الاولاني او منتصف شهر ديسمبر، وجهزوا المسابقات ونظام المسابقات والجداول وكل حاجه، وهيختاروا الجهات المعنيه الداخليه الدفاع الرياضه، هيختاروهم بالميعاد وبجدول المسابقات، وهيبعتوا برضو ايضا مذكره حتى للسيد رئيس الجمهوريه على اساس برضو يحاول يذلل الصعوبات اللي ممكن تواجه الجهات المعنيه. وقالوا ان الاجتماع هيظل مستمر لغايه بدايه الدوري. انا بقول ان دي قرارات معتدله جدا جدا. احنا نتمنى ان الدوري يعود في هذا التوقيت، ولكن انا بقول لابد ان يكون في حسم. اجتماع مجلس اداره اتحاد الكره مع انديه القسم الاول الدوري الممتاز. اجتمع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بسادة رؤساء ومندوبي أندية الدوري العام، وبعد دراسة مستفيضة للأزمات المتعلقة بعدم بدء الدوري العام، قرر الحاضرون الآتي: 1. بدء مسابقة الدوري العام في موعد غايته منتصف ديسمبر 2012. 2. اختار الجهات المعنية من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الرياضة بموعد بداية المسابقة مرفقا بها جدول المباريات والملاعب المحددة. 3. رفع مذكرة للسيد الدكتور رئيس الجمهورية لمطالبة سيادته بإعطاء توجيهات للجهات المعنية لتذليل أي عقبات تواجه بداية المسابقة. وأكد الحاضرون على أن الاجتماع يعتبر ممتدا لحين بداية المسابقة. عاوزين نطمن الناس، الدوري ممتاز يهم كل بيت دلوقتي في مصر. احنا اجتمعنا النهارده بالأندية وكان اجتماع مثمر. اخذنا قرارات، طلع في البيان اتعرض ان شاء الله. بس احنا عايزين تكاتف دلوقتي وزارة الداخلية ووزارة الرياضة والمسؤولين، وعايزين القيادة السياسية تنظر للأندية، لأن الأندية أصبحت النهارده في حالة إفلاس متوقع. بالنسبة للأندية عندها هجوم من اللاعبين ان هي بتطالبها بحقوقها، مش عارفه تعمل ايه. فالنهارده القرار البيان اللي طلع ده بيان بعوده، هم قالوا ان احنا لازم يعود الدوري ولازم وزاره الداخليه تكون موجوده معانا، القياده السياسيه لازم تنظر لنا نظره مستقبليا ان الانديه هتفلس. فاصدرنا البيانات وهنخاطب بها ان شاء الله رئيس الجمهوريه، واحنا عارفين ان هو برضه عايز يرجع الدوري وعايزين. لو لا قدر الله الامن رفض احنا في كل لقاءاتنا اللي كنا موجودين فيها الكل قال واجمع ان ما عندهمش مانع ان يقيم الدوري. الانديه هددت النهارده ممكن ترفع دعاوى قضائيه على اتحاد الكوره لو هي ما جالهاش، وبالتالي هيبقى على الدوله مش اتحاد الكوره. الفيفا ولا هم هددوا برضه ان هم ممكن